البصرة كانت ولا زالت تتطلع غطاء يعني. عملنا الإسلامي الحركي جبل النظام البصرة كانت مقدمة. الصوت عملنا الجهاد في جبل البصرة كانت العطاء مجاهدين أعدادهم وقيادهم قادمهم. اليوم في هذه الصفحة تصدي المجاميع الإرهابية مصلحة تصدق كل المحافظات والحمد لله. هاي نعمة عظيمة والشكر لله لوالد توفيق الله سبحانه وتعالى وفقنا للاستجابة إلى المرجعية الدينية وإلى فتوى المرجعية ولبينا هاي الفتوى وتواجدنا جميعا إلى أن الله سبحانه وتعالى حقق هذا نصر كبير للشعب العراقي. وفعل لولا هذه الفتوى ولولا استجابة الشعب العراقي لهذه الفتوى. علي بن ابي طالب عليه السلام بعظمته ناداهم سيفا قال كتابا، ولكن استجابة الشعب العراقي هذه استجابة لكل واحد الآن وقع على ما قدم شيء وقدم البنان هذا قليل حق المبدأ. هذا نعمة عظيمة هاي تستحق الشكر والتقدير لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة اللي أنعم بها علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بهذا طريق الشهداء وأن يرزقنا وإياكم جميعا حسن العاقبة وأن يكتب النصر النهائي إن شاء الله على أيدي المجاهدين الأبطال في ساحات الوضع على أعداء العراق، على أعداء الشعب العراقي، على أعداء المذهب من هؤلاء الأوباش. النصر كبير يتحقق والشكر لله. ما كان محسب. العام الماضي أنا تقريبا في بعد عملية الفلوج وزرت بعض الأمراض في منطقة تفاصيل جدا. اليوم الله سبحانه وتعالى الخطوة لإزالة حوادث الشهداء وهذا توفيق إلهي. ونحن نصل إلى الحدود العراقية ولن نصل الحدود العراقية وهي نعمة كبيرة. على كل أنا كلما أزور حوادث الشهداء مو هم يزداد معنويات وإنما أنا ازداد معنويات. وكان اليوم عائلة أحد الشهداء لشهيد في الزبير وكان الإنسان يزداد من عندها يتعلم منها المعنويات يزداد من عندها قوة وصلابة. الابن عزيز بس بموقف صلب القرآن أبدا هذا هو طريقنا. وكان الإنسان يتعلم من آراء الشهداء وأينما ذهبنا. هذا الموقف القوي والصلب اللي الله سبحانه وتعالى والحمد لله وين ما نلقاه ثابت. رحنا للديوانية وإلى الناصرية والمنارة والبصرة موقف حوادث الشهداء موقف ثابت ويزودنا معنويات يزودنا إصرار وعزيمة وإرادة على مواصلة الطريق حتى تحقيق النصر النهائي إن شاء الله. شكر وتقدير لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم بأحسن القبول.